مصر يا غالية احنا حنبنيكي، من غالي عرقنا حنرويكي. مصر يا غالية احنا حنبنيكي. أن أنضم لأكبر حزب في مصر هذا ليس هو حضرتك يعني شايف أن حزب النور حاليا أكبر حزب في مصر؟ بالتأكيد هو الحزب يكاد يكون الحزب الوحيد الذي شارك في خارطة المستقبل. الحزب الوحيد من أحزاب إيه يعني حضرتك قلت الوحيد فمن أحزاب إيه؟ من جميع الأحزاب. حزب الوفد ما كانش موجود في خارطة المستقبل؟ خارطة المستقبل اللي هي المؤتمر 3/7. أيوه. كان يعني حزب الوفد كان مقاطع وحزب المصريين الأحرار ما كانش موجود لا هو حضرتك تقصد من الأحزاب الإسلامية. أنا قلت لا، ما قلتش، مش قصدي كده. أمال إيه؟ بقول يكاد يكون الحزب الوحيد الذي شارك. الذي شارك في ايه؟ في مؤتمر 3/7. طيب يعني معنى كده ان الباقيين ان كل الاحزاب الثانيه كانت مقاطعه. معنى الجمله بتاعت حضرتك ان الاحزاب الثانيه انا بتكلم على الاحزاب، على الوفد والمصريين الاحرار والجميع بقى الاحزاب. احنا عندنا دلوقتي 100 حزب فمش هقدر اقولهم كلهم. كلهم كانوا في المؤتمر نفسه ما كانوش حاضرين يعني. ولكن قد يكون هناك بعض الأحزاب أو كثير من الأحزاب مؤيدة طبعا لخارطة الطريق. لكن أنا أتكلم عن الحضور أو عن المشهد اللي هو ما هو كان الحضور، لأن هو كان طبعا كان في جبهة اللي هي المفروض عن التيارات الإسلام السياسي. إن أنا أقول بقية الأسباب بالظبط. بس لا، ما أنا أوضح دي لأنه معنى كلام حضرتك إن كل الأحزاب كانت مقاطعة فده لم يحدث. لا، أنا بقول، أنا كلامي كان واضح يا فندم. أنا قلت هو الحزب الوحيد الذي شارك. بس شارك. أنا أكمل من تيار الإسلام السياسي. حضرتك كملي بالظبط من تيار الإسلام السياسي. برضو أنا بقول هو الوحيد اللي كان في المشهد. رقم 2 في الاستحقاق الأول الخاص بالدستور الجميع أثنى على أداء الحزب. وحتى أن المخرج خالد يوسف قال أن لولا الحزب لما خرج الدستور بشكل توافقي. الحزب يعني وضع مواد الفلاح، وضع كثير من المواد، وشارك في جميع المواد الدستور. وبالتالي هو أيضا شارك في الاستحقاق الثاني الخاص برئيس الجمهورية ولم يقاطع برضو مثل البعض. أيوة، ما كل الأحزاب عملت ده. أوكي. الجديد لا، مش إيه الجديد. إيه الجديد؟ إن الأداء الجديد إن الكل بيقول إن مواقف حزب النور سليمة وواضحة ووطنية. وكل ده الوضع ده واضح. فحزب ليه أصل في الشارع، أصل كبير جدا. زي ما بقول يا حزب له أصل كبير جدا بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي الدعوة السلفية اللي كان وجودها كبير جدا. الدعوة السلفية كبيرة. الدعوة الشارع ووجود الدعوة السلفية في الشارع هي اللي قديمة ومتأصلة. لكن احنا نتكلم في حزب عمره قد إيه دلوقتي؟ 4 سنين. أي بالظبط. يعني مش، لا ما كملش 4 سنين لأن هو حزب ظهر بعد الثورة لسه ما كملش 4 سنين. فاحنا بنتكلم يعني نقول متأصلة في الشارع. لا، هو مش متأصل في الشارع، لكن الدعوة السلفية بكل تأكيد متأصلة في الشارع. هو متأصل في الشارع، والصناديق اللي كشفت هذا الوضع في الانتخابات الماضية. وهيكون الأثر ده واضح جدا في هذه الانتخابات بإذن الله.